رسول من والي المورة، أحمل رسالة عاجلة إلى مولانا السلطان، الأمر لا يحتمل تأخير. افتحوا الأبواب حالا، ترفع الرسالة إلى مولانا السلطان في التو. هكذا إذن لم يكتف الفرنجة بأن قسموا بلادنا فيما بينهم، بل أرادوا اليوم أن يجعلوا من ثوار الروم خنجرا في خاصرة دولتنا. فرنسا تساوم بدم سال بالأمس في مصر والشام، وروسيا تحلم منذ قرون بالوصول إلى مياهنا الدافئة، وبريطانيا لا ترى في هذا البحر إلا طريقا لتجارتها وسفنها. يعلمون أن السلطنة إن استعادت قوتها في البحر خنقت مشاريعهم قبل أن تولد. اكتبوا إلى والي مصر محمد علي أن السلطان يستنصر بأسطوله ورجاله ليتمم ما بدأه من إسناد حكم السلطنة في تلك الديار. مولاي، أحقا نستنصر بوالي مصر في أمر كهذا؟ إن زدنا في طلب قوته ظن أن كفته بدأت ترجح على كفة السلطنة نفسها. قولوا له إن البحر واحد ولكن السفن فيه كثيرة، ومن أبحر تحت راية السلطنة اليوم حفظ له موضع بين سادة هذا الزمان، ومن تأخر عن نصرة خليفته جرت عليه أمواج السياسة بما لا يحب ولا نحب. يا شباب مصر الأبطال، نداء من محمد علي باشا على كل من التحق بالخدمة العسكرية الانضمام للأسطول في الإسكندرية. ربنا نجاك. في ايه يا بنتي؟ ايه اللي بيحصل بره عني؟ مفيش يابا الحاج، ده سليم أفندي لحق الخواجة جنون قبل الهويس ما يبلعوا. بقى معقول يا سليم هتسيب ورشة السفن هنا عشان تروح اسكندرية؟ ما هو ده شغلك برضه، بتخدم في الأسطول. في أمور كتير في البلاد بتدور حوالينا ما نعرفش عنها حاجة. الخواجة جنون خبير الورشة بلغني إن الأسطول كله تم استدعائه لاسكندرية، وده هيكون مقره على طول. لازم أكون جاهز عشان هتحرك مع قوافل التجار. يا شباب مصر الأبطال، نداء من محمد علي باشا. مع السلامة يا سليم. مع السلامة يا سليم. مع السلامة يا سليم. شدوا الرحال إلى الإسكندرية، توكلنا على الله. السلامة يا سليم أفندي، نورت اسكندرية. وحشني يا حسن يا ابن شيخ الصيادين. فاكر أول مرة شفنا فيها مركب وإحنا صغيرين يا سليم؟
فاكر، ومن ساعتها فضلنا عايشين جنب البحر طول عمرنا. يا دونجل، كل الترتيبات على ما يرام. كل لوازم الأسطول وصلناها بنفسنا يا حاج عمر، وأخويا حسن بيوصل البحارة من الصبح للرصيف. احنا وصلنا الرصيف البحري من هنا. اشوف وشك بخير. لو سمحت، بوابة الدخول منين؟ تعال معايا. الرصيف البحري من هنا. يا رجال مصر، يا من جئتم من النيل والدلتا والصعيد،